هل من مات يوم الجمعة أو في ليلتها ده في دليل على حسن خاتمته؟ هو ده السؤال، فخليك معي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. اختلف أهل العلم وبالخصوص أهل الحديث في تصحيح وتضعيف الحديث الوارد في مسألة من مات يوم الجمعة، هل هي من حسن الخاتمة أم لا؟ فمنهم من ضعف الحديث زي الإمام ابن حجر العسقلاني وزي الإمام المنذري وزي الشيخ شعيب الأرناؤوط، ومنهم أيضا من حسن الحديث زي الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. ده أولا. ثانيا، ظهور شيء من علامات حسن الخاتمة التي قد تكون وردت في بعض الأحاديث ليس علامة على الجزم من أن صاحب هذه العلامة هو من أهل الجنة، ولكن فقط يستبشر بها. يعني لما يبقى واحد هو فقط معاه أثناء موته علامة أو علامتان أو ثلاث من علامات حسن الخاتمة الواردة في بعض الأحاديث، ده مش معناه إن مقطوع له إن هو من أهل الجنة، تمام؟ وإلا فبعض العلماء مثلا العلماء المشهود لهم بالصلاح والعلم والتقوى وغير ذلك بتوفيه منيته، بيموت في غير ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فهل هذا علامة على سوء الخاتمة؟ كلا. فاحنا ناخد بالنا يا جماعة ان توافر بعض العلامات عند موت بعض الناس ممن ذكر انها من حسن الخاتمة ليس ذلك دليلا على الجزم انه من اهل الجنة، ولكن يستبشر له بحسن الخاتمة. وكذلك عدم توافق او توفر هذه العلامات عند بعض الناس ليس دليلا على سوء الخاتمة، بل ان توفرت او عدم التوفر لها كل هذا من الغيب الذي يجب أن لا يرجم به. هذه كلها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، والله أعلى وأعلم بحال كل منا، والله أعلى وأعلم بحال كل منا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.